ما تضغطش عليا. ودي تيجي النقطه الثانيه، العلاقه اللي فيها ضغط نفسي، اللي فيها أيوة. دايما محطوطين في مواقف ضغطه وانت سايب اللي قدامك يتضغط، انا بشوف برضو ان دي علاقه مش مريحه. يعني انا هديك مثال على موضوع الضغط ده افتكرته دلوقتي. فكره ان انا مثلا بقالي فتره ما كلمتش حد واكلمه، فاول حاجه انا اللي متكلماه، فاول حاجه يقولها لي اول ما انت ما بتساليش، انت ما تعرفيش حد، انت خلاص يعني من كتر ما انت مشغوله. حصل بشكل كان فعلا بيتكلم بجد مش هزار يعني حتى اوكي. وحصل بشكل متكرر، غالبا انا مش هطلب الشخص ده تاني من بابه لانه ببساطه يعني احنا عارفين مكانة بعض، وفي حصالة اتفقنا وفي رصيد، صح. مكانة بعض عند بعض. فالاولى انك بدل ما تلومني على عدم اتصالي انك تسالني انت يعني اخبارك ايه فين الفتره اللي فاتت دي؟ ايه اللي حصل كويسة. معاكي؟ انت اكيد كنت مشغوله في حاجه. اوكي. او على العكس كمان، في نوع من لطيف قوي بيعمل حاجه لذيذه قوي، والله انت فيكي الخير، انت بتسالي عليا، اوكي. لان انا اللي متصله فعلا. صح. تخيل بقى جلد الذات اللي الواحد بيتعرض له بلا هدف، يعني بلا هدف. طب